اوه اهلاوي. اوه اهلاوي. الف مبروك للنادي الاهلي. طبعا هو ده اللي احنا كنا مستنيينه. احنا مش مستنيين حاجة غير الانتصار ده، وخصوصا في الماتش ده بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك في القناة، نفعل زر الجرس يصلكوا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش النهاردة أنا كان بالنسبة لي حياة أو موت. حياة أو موت. ماتش خلاص، هو بالنسبة لي ده ماتش الموسم. ده ماتش الموسم. خسرنا كنا خلاص مع السلامة. هنقعد بقى وكعبلة والفرقة ومشي ده ومش عايزين ده، وده على الفريق وده مش عارف ايه، وكانت هتحصل مجزرة في الفريق اكتر ما هي حاصلة اصلا في اوضة اللبس. الدنيا كانت بايظة عندنا. فالماتش ده مهم جدا في المكسب بتاعه. احنا كسبنا حاجات كتيرة جدا. مش شرط اللي احنا بقينا مركز تالت وخلاص فاضل لنا 2 بونت ونتصدر الدوري في 3 بونت وعندنا ماتش مؤجل والحوارات دي كلها. لا، الماتش مهم جدا جدا بالنسبه لنا. ومفاجاه الماتش بالنسبه لي نجم المباراه يعني حسين الشحات. انا يعني لما نزلت تشكيل الفريق انا حاطط حسين الشحات مكان طاهر، لان انا حاسس ان طاهر ده ماسك زل على الاهلي، مش عارف ليه. كنت انا حاطط حسين الشحات مكان ما طاهر. الشحات نزل قلب الدنيا يا جدعان. الولا نزل قلب الدنيا. ايه اللي عامله الشحات ده؟ واللي هيلقتني عمر كمال. عمر كمال بجد يا جماعه، انا مش عارف اقول له ايه. فيها عمر يعني. اجي انا احطها لك يا عمر، يعني اجي انا احط لك الكره دي ديانج. الله اكبر عليه، نزل قلب الدنيا واكل فريق الزمالك كله. وادى واحده لعمر كمال مستريحه. يا عم مش عاجبك حسين جنبك، العبها له. العبها له. لكن ايه اللي انت عملته ده؟ انا ما اعرفش انت عملت ايه. يعني ما اعرفش هم لعبوك ليه اصلا. يعني انا ما اعرفش انت نزلت اصلا ليه. انت شكرا قوي يعني، خلاص انت اطلع اعاره في اي حته يبيعوك يعملوك، خلاص انت شكرا. شكرا بالقوي. مكسب مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا احنا شفنا المباراه يعني من احسن مباريات القمه اللي حصلت على مدار كام سنه اللي فاتوا. الصراحه تتقال. يعني الصراحه تتقال، لا كان في ماتش، كان في جري، كان في استحواذ، كان في متعه الى حد ما. الفينا. فينك يا الفين؟ انا مش شايفك. الولا كوكا عمل منك حته بسطرمه. كوكا خلاص يعني الصراحه كوكا لعب ماتش على الفينا، والفينا عدى في واحده اتنين كده وشكل خطوره في اول الماتش والكلام ده. بس الولا كوكا كان مجدده ضرب وتكسير لا مبهدله. ما خلاه ما اتخنق من الكوره. فكرني كده بلعب شويه بتاع الولا اكرم. اكرم توفيق نفس الغلاسه ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده. الولا كوكا خلاص خلى الفينا في جيبه، شكرا اختفى. اختفى طول المباراه. وفي حته كده برضه على الزمالك لما طه رفع كوره كده، عبد المجيد كان هيريحنا، كان هيحط جون في الزمالك ويريحنا. بس في ايه في التحكيم يا جماعه؟ هو ايه التعاطف اللي مع الزمالك ده؟ ضربه جزاء تتحسب، الحكم مش عايز يرجع للفار، مع انها فيها شك جامد قوي. الحكم مش عايز يرجع الفار، يلا ويحسب. اتصدت. كلموه، ايه ده؟ لا انت اتقدمت، اعيد ضربة الجزاء تاني. فيها حكم مش كده. ضربة جزاء لينا، لا راح تابع الفار ومش عارف ايه، وشاف من الزاوية بعيدة اللي هي خبطت في جسمه، مع انها هي باينة قوي في زاوية تانية الكادر جايب بالوش اللي هي خبطة في ايده جوه ال 18. كان في شويه ظلم تحكيمي. عبد الله السعيد ودونجا كذا ضربه بالكوع لتريزيجيه، وعادي ولا فاول ولا يحسب اي حاجه. التحكيم يعني على المستوى ما كانش كويس جدا. كان في ظلم للاهلي. بس الاهلي عمل ماتش انا مبسوط بيه. الجماهير اللي انا كنت عاجبني قوي كل الزملكاويه، احنا طبعا هنكسب. المكسب دوس على وشهم، اعمل سوي سوي. ايه يا عم في ايه؟ واحده واحده. الزملكاويه ودوت وده يطلع والاعلاميين وقناه الزمالك وده يسخن وده يعمل والماتش بتاعنا واحنا هنكسبكم واحنا هنشيلكم واحنا. وكان في شد اعصاب جامد قوي.
جامد قوي. تيجي قناة النادي الاهلي منزل لك الكرة للجميع، وفي الاخر انا وانت اصلا متجمعين مع بعض، الكرة بتجمعنا والحماس والمنافسة جوه الملعب، وعملنا فيديو عظمة. فيديو النادي الاهلي قبل المباراة عظمة، يتضرب له تعظيم سلام. ما يطلعش غير من نادي كبير، كيان كبير زي النادي الاهلي. فيديو باخراج بفكر عالي جدا. شابوه بجد على الفيديو، كله اخلاق وكله روح رياضيه، مدرسه فعلا. والدنيا كانت حلوه. تيجي طبعا بدايه الماتش هتافات لي على زيزو من الزمالك وشتيمه. النادي الاهلي طبعا يجيب حق زيزو ويرد على جماهير نادي الزمالك طبعا، ودي حاجه كويسه جدا. والدنيا كانت يعني ايه، كانت متشتته في الاول. نيجي في الماتش الصراحه، لا الماتش كان كبير، الماتش كان حلو قوي. احنا وجينا دلوقتي نقيم اللعيبه. هنقيم اللعيبه دلوقتي. عندنا محمد الشناوي، انا الصراحه انا شايف الشناوي ما غلطش النهارده. اول ضربه جزاء صدها وحاول عليها، انفراد شاله، وانفرادين كمان، في كرة لعدي الدباغ في الاول، وفي كرة تانية برضو الشناوي برضو طلعها. يعني الشناوي الصراحة كان متألق جدا وكان فايق وكان مركز طول الماتش، حتى في الدقيقة الأخيرة طلع ريحنا وماسك الكورة. الصراحة الشناوي مش خسارة فيك 7/10. محمد الشناوي. طبعا نيجي بقى للمفاجأة، محمد هاني. ايوه محمد هاني. محمد هاني النهارده انا كنت معجب بيه، واللي يقول غير كده ما يتكلمش. اللي يقول غير كده ملناش دعوه بقى، ما تقوليش محمد هاني ونقارنوه بالشيبي. الشيبي ده في حته ثانيه، وانا عارف، وانا زعلان لما بتفرج على محمد الشيبي اللي هو مش عندنا. انا زعلان. بس نيجي في الامكانيات اللي بتاعت محمد هاني والامكانيات بتاعتنا. محمد هاني النهارده عمل ماتش محترم جدا جدا، إذا كان دفاعيا او هجوميا. لا انا محمد هاني شفته لعب مباراه محترمه جدا. استلامات وراح ضغط وراح، لا يا عم بيرفع. محمد هاني بقى بيرفع النهارده، بقى بيشوط على الجون، بقى بيعدي، لا 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 لا. محمد هاني النهارده انت 8/10. ايوه والله انت 8/10 يا هاني النهارده. نيجي لكوكا. كوكا اللي انا كنت متضايق في اول شوط، في اول الشوط ومش عارف ايه، وكنت متزاول منك ومش جبهتك ومش عارف تعمل حاجه وكنت متزاول. لا بس النهارده كفايه اللي انت كتفت الفينا. انت عشان كتفت الفينا بس النهارده. كوكا 6/10. ياسر رجوله عمل مباراه كويسه. ياسر 6/10. ياسين مرعي انت حلو، بس في غلطات برضو لازم تفوق شويه. اديك 5/10. لازم تفوق شويه وتتلاشى الغلطات، ولازم تبص حواليك، ما تلعبش وانت مدي ظهرك للملعب. 6/10 النهارده ياسين. الافندي بتاعنا الديفندر العالي مروان عطيه. مروان عطيه لعب ماتش وتعب النهارده الصراحه. مروان عطيه 7/10. بن رمضان انت لسه ما جيتش. يعني النهارده لعبت ومش عارف ايه، بس حاسك تقيل، حاسك مش اخد راحتك يا بن رمضان. مش اخد راحتك، مش انت ده. بن رمضان اللي بينزل يستلم وبيلم ده ويدي سرور ده ويرزع شوطة عالمية هنا ويمرر هنا ويفتح الملعب هنا. لا لا انت تقيل لسه. بن رمضان لازم تفوق، لازم ترجع تدينا واحدة لمستواك تاني. تريزيجيه عمل اللي عليه في نص الملعب برضه وأدى. تريزيجيه كان عنده دم النهارده وبدأ يحاول في بعض الأوقات كان أناني، كان بيأنن، كان مش عارف ايه، بس حلو. تريزيجيه لعب ماتش حلو، ولما جه على الجبهة شوية اليمين الشمال بدأ يعمل شغل. النهارده تريزيجيه، لا النهارده تريزيجيه اديك النهارده 8/10 تريزيجيه. بن شرقي انا مش عارف اتكلم. يعني بن شرقي انا عاجز عن الكلام. مش هو من ساعه ما مش هو بن شرقي. اكنني بن شرقي احنا جبنا النسخه التقليد. انت عارفين انتوا بن شرقي كوبي وهاي كوبي. لا احنا جايبين الهاي كوبي، وممكن الكوبي كمان، ما وصلناش للهاي كوبي. فينا بن شرقي؟ يعني بن شرقي انطلاقاته، يعني السرعه، المهاره، واحد على واحد، الشوت، اختراقات، لا مفيش. محمد هاني علق له كوره النهارده، بتلعب كوره يعني كأن حد مبتدئ.
الانطلاقات واحد على واحد وعلقت كتير واتقطعت منك كذا مرة وبتاع. لا، بن شرقي النهارده 4 من 10. لأن لازم يراجع نفسه يعني، وأنت أخدت يعتبر الماتش كله، أنت طالع في الدقيقة 90. يعني النهارده بن شرقي لا. طاهر، طاهر مش هقدر يعني اديله 2 من 10 كده. أنا كلمك يا طاهر، أنا كلمك 2 من 10، أنا كلمك. أنت بقالك كذا ماتش من ساعة الإصابة، وبعد ما أنت رجعت من الإصابة أنت مفيش خالص يا طاهر، مفيش. محمد شريف، انت عشان الاسيست اللي عملته بس يا شريف، يعني انت يا شريف انت صفر طول الماتش، انت سالب صفر طول الماتش. بس انت عملت واحد اسيست لحسين الشحات. انا هديك لواحده 5 من الخمسه دي للاسيست بس طول الماتش. ال 90 دقيقه الاسيست ده ال5 من 10. حسين الشحات لما نزل قلب الماتش، راجل المباراه يا جماعه. الشحات نزل قلب الماتش. 9 من 10 حسين الشحات. ديانج نزل بديل. 7 من 10. الله اكبر عليك يا ديانج. اكلت 4-5 من الزمالك. يعني انت لولا اللي انت لعبتها سلو محترم لعمر كمال عبد الواحد، اللي ضيعها بغرابه. ضيعها، ما اعرفش ضيعها ازاي. انا ما اعرفش ضيعها ازاي. انا لو اعرف يضيعها كده يا ديانج شطها ان شاء الله تطلع بره. بس ما كانش يلعبها بالمنظر ده. ديانج انت كنت 10/10 النهارده ديانج، بس اديك 7 من 10. عمر كمال 0 من 10 واقل من صفر كمان. يعني مستحيل. دي تقييمات لفريق النادي الاهلي يا جماعه. التقييم الصراحه محترم. نادي الزمالك عمل ماتش حلو، مش عايز ابخس عن الزمالك لعبهم، بس الزمالك لا عملت ماتش. عمر ناصر تقريبا، مهاجم الزمالك. يعني الواد ما يقعدش بره. الواد ده نزل عمل كعبله، وقف قلبنا في الدقايق الاخيره، حط كرة في العارضه وحاول على الجون كذا مره على الشناوي. لا، عمل ماتش جامد الصراحه. في المجمل الماتش، لا الماتش يعني بقول لكم من اجمد ماتشات القمه اللي حصلت. كان في سرعه في الاداء، كان في هجمات ياما. لا ماتش جميل يا جماعه، وكان مفتوح، وكان هيبقى فيه اهداف ياما. في اهداف من هنا كتير، وفي من اهداف من هنا كتير راحت. يعني الصراحه، يعني اتمنى الفوز بقى للنادي الاهلي بقى. خلاص بقى، خلاص بقى، احنا عايزين بقى، احنا وصلنا بقى وعايزين بقى نشتغل. باذن الله فاضل لنا ماتش باذن الله ونصدر الدوري وشكرا يا باشا. وعايزين بقى الزمالك بقى ترجع بقى ايه، يقولوا لنا الحمرا فين ومش عارف ايه، واحنا متصدرين. قلنا لكم يا جماعه احنا مركزنا فين، بس اتقالوا علينا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. السلام عليكم.